السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله هنحل فيه التقييم الأسبوعي للأسبوع السادس. عايزاكم تركزوا معايا كويس أوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. هنبتدي بالأداءات الصفية. أول سؤال بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, D. نمبر 1 بيقول لي he worked as a surgeon many years A، يعني هو اشتغل كجراحة منذ عدة سنوات. فيبقى on ولا since ولا ago ولا for؟ طبعا ago، بتيجي في زمن الماضي البسيط وبيجي قبلها مدة زمنية، بتيجي في نهاية الجملة وبيجي قبلها مدة زمنية. نمبر 2 بيقول لي in a words firefighters do dangerous things، يعني بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى الفاير فايترز اللي هم رجال المطافي بيعملوا أشياء خطيرة. يبقى other ولا others ولا the other ولا others؟ طبعا أول واحدة اللي هي the other words، يعني بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى. نمبر 3 بيقول لي he took some medicine and ايه better، يعني هو اخذ بعض الادويه وتحسن او شعر بتحسن. يبقى ايه got better ولا have better ولا have better ولا were better؟ طبعا got better، يعني حالته اتحسنت او تحسن. نمبر 4 بيقول لي my dad used to buy a or an newspaper but now he reads it online، يعني بابا اعتاد ان هو يشتري نيوز بيبر مجلة يومية، لكن دلوقتي ان هو بيقراها ايه اونلاين. فتبقى every day ولا every day ولا ever day ولا a day؟ طبعا every day الاولى دي بمعنى يومية، دي adjective صفة. اما every day التانية في مسافة بين الكلمتين بمعنى كل يوم، دي adverb. طيب احنا عايزين هنا ايه adjective، مجلة يومية، فهنقول every day newspaper اللي هي اول واحدة. نمبر 5 بيقول لي our furniture الأساس بتاعنا إيه old so we had to change it، لذلك إحنا مضطرين إن إحنا نغيره. يبقى are ولا was ولا were ولا have؟ طيب الجملة هنا عندي في الماضي، و our furniture ده uncountable noun، يعني اسم لا يعد، بيعامل معاملة إيه المفرد، فنقول our furniture was old، يعني كان قديم لكن إحنا مضطرين إن إحنا نغيره. نمبر 6 بيقول لي سميرة موسى was Egypt's a female nuclear scientist the first the last the best. طبعا عندي apostrophe اس الملكية، ما ينفعش صيغة المفاضلة تيجي بعدها the، فنقول ايه Egypt's first، يعني سميرة موسى هي أول عالمة نووية أنثى في مصر أو لمصر. نمبر 7 بيقول لي as a surgeon يعقوب helped children ايه heart problems اللي عندهم مشاكل في القلب، يعني كجراح نجيب يعقوب ساعد أطفال كتير عندهم مشاكل في القلب. يبقى with ولا off ولا over ولا on؟ طبعا with heart problems، بمشاكل في القلب. نمبر 8 بيقول لي he is so many years working for a charity that gives care for blind people spends ولا spend ولا was spending ولا spent، يعني هو قضى سنوات عديدة في العمل في جمعية خيرية اللي بتهتم بالناس اللي فقدوا نظرهم blind people، فتبقى ايه طبعا الجملة هنا هنبقى في الماضي، يبقى spent قضى. نمبر 9 بيقول لي this great charity helps children suffer a heart problems، يعني هذه الجمعية الخيرية العظيمة بتساعد الأطفال اللي بيعانوا من مشاكل في القلب، طبعا suffer from يعني بيعاني من suffer from. نمبر 10 بيقول لي سميرة موسى was the first Egyptian female as a nuclear scientist works to work. سميرة موسى كانت أول امرأة مصرية to work as a nuclear scientist، تعمل كعالمة نووية. طيب يا حلوين، خلينا كمان نحل الأسئلة دي، أسئلة مهمة جدا، يلا نحلها مع بعض. هو الأسبوع السادس اللي نزل من الوزارة كانت الأداءات الصفية بس، ما نزلش تقييم أسبوعي فيها ولا أي حاجة أكتر من الأداءات الصفية عشان كان في امتحان شهر أكتوبر. فيلا نحل الأسئلة دي مع بعض. بيقول لي ايه choose the correct answer from A, B, C, D. نمبر 1 بيقول لي our Egyptian handball team won an important A in 2010، يعني فريق كرة اليد المصري فاز في ايه مهمة في عام 2010؟ طبعا في منافسة او مسابقة مهمة عام 2010. مسابقة يعني ايه competition. اما اول واحدة اللي هي combination يعني دمج او مزج. اما طبعا conversation كلنا عارفين محادثة، experiment يعني ايه تجربة. نمبر 2 بيقول لي dropping rubbish ايه the environment، يعني رمي القمامة بيعمل ايه في البيئة؟ كلينز بينظفها ولا سيفز يحفظ ولا كيبس يحفظ ولا دامجز يعني يدمر؟ طبعا بيدمر البيئة، damages the environment. نمبر 3 بيقول لي we have a beautiful ايه on the floor in our living room، يعني احنا عندنا ايه جميل في أرضية الغرفة، في أرضية غرفة المعيشة بتاعتنا. داش طبق ولا كاربت سجاد ولا كوشن اللي هو الوسائد ولا كارتن اللي هي الستائر؟ طبعا كاربت. نمبر 4 بيقول لي our ايه take in air
and help us breathe. يعني ايه اللي بيستنشق الهواء وبيخلينا نتنفس؟ brain مخ، heart القلب، lungs الرئتين، ولا stomach المعدة؟ طبعا lungs. تعالوا كمان نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. read and rewrite the correct form of the word. number 1 بيقول لي I am looking forward have my breakfast. طيب نحلها كده مع بعض، نفكر ثواني. looking forward طبعا بنقول looking forward to، وبيجي بعدها ايه؟ gerund يعني فعل مضاف له ing، فاقول ايه؟ I am looking forward to having my breakfast. number 2 بيقول لي they went shopping and buy new black shoes. they went shopping يعني هم ذهبوا للتسوق واشتروا حذاء اسود جديد. طيب نفكر كده مع بعض. طبعا الجملة عندي هنا في الماضي they went shopping يعني هم ذهبوا في الماضي، فأكيد برضو اشتروا في الماضي، فباي هنجيبها في الماضي وتبقى ايه؟ bought. number 3 بيقول لي they not study on Fridays يعني هم مش بيذاكروا، عايزين نقول يعني مش بيذاكروا في أيام الجمعة. طبعا دي ايه؟ دي عادة، يعني عادة مش متعودين عليها ان هم يذاكروا أيام الجمعة، فهنجيبها في زمن ايه؟ مضارع بسيط، فنقول إن في النفي they don't study on Fridays. طيب number 4 بيقول لي it's important to work hardly and careful. نفكر ثواني. من المهم أن يعملوا بجد وبعناية. هنصحح hardly ازاي و careful ازاي؟ طيب طبعا ما تنفعش hardly، ده هتبقى adverb حال بيصف الفعل وبيجي بعد الفعل، فالصح هنا hard مش hardly. طيب and ايه؟ and carefully. careful ده صفة، أما الحال منها carefully بعناية أو بحرص. number 5 بيقول لي I used to play football well but now I do. يعني أنا ما كنتش متعود إن أنا ألعب كرة قدم كويس، لكن دلوقتي أنا إيه؟ بعمل كده. يبقى used هجيبها في الماضي وكمان إيه؟ منفية. طيب used to بنفيها في الماضي إزاي؟ بقول didn't وبعدين المصدر اللي هو use to، فهقول I didn't used to play football well but now I do. وبس كده يا حلوين، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر ويوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه، اعملوا سبسكرايب للقناه، كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.